يا قل رهيب يا قل يا قل يا قل. جماهير فريق النصر السعودي تشن هجوم على الدون كريستيانو رونالدو وتطالب برحيله بعد الخسارة أمام فريق العين الإماراتي، وتطالب بعودة الساطي عبد الرزاق حمد الله. والله اشتقنا للساطي حمد الله، والله لو انه موجود لا يحسم المباراة. ثاني شيء لو قارسيا مع زي ذا العناصر ورب الكعبة لنفوز، والله الأول على الدوري وكاس آسيا وأبطال أوروبا وكاس العالم للمنتخبات، لكن المنتخب كاسترو برا ورونالدو برا. والله العظيم حرام الساطي حمد الله ما يقعد مع النادي ورب الكعبة يلعن أم القهر. اقسم بالله ان رونالدو شبه لاعب، والله انه مو لاعب على التخاذل والخذلان. اقسم بالله انا اسجلها اللي قدام المرمى، والله انا اسجلها. طيب خذلان خيبري. إذا اليوم النصر اقسم بالله لا راغد ولا كريستيانو ولا تلس ولا اي احد مسلي يطلع برا واولهم بعد يطلع كريستيانو. التنفيخ ذا وسي وتحطون صوره، خلوه شباب الملعب شو يسوي. 6 فرص اليوم، 6 فرص تضيع من مين؟ من افضل لاعب بالعالم. جيب لي مترو قدام الصندوق شو يسوي، حط مترو وشوف شو يسوي قدام الباب. جيب لي لعيبه زي كذا، جيب لي ناس مهاجمين، جيب لي اسامي. باقي النصر ينافس على البطولات. يا رجال ينافس، مسلي موجود واللعيبه خيبري ذا مباراتين اسيستين خيبري، قدوز وخيبري برا. انتم الاسامي كلها تطلع. وهذا الشيء وقع بعد مباراة ربع نهائي كأس أبطال آسيا التي جمعت بين فريق النصر السعودي وفريق العين الإماراتي، والتي انتهت بتأهل فريق العين إلى نصف النهائي. وفي هذه المباراة التي عرفت تألق المغربي سفيان رحيمي وشهدت أداء باهت لدون كريستيانو، وأداء هذا الأخير كان هو السبب في شن هذا الهجوم. أهل المغرب شو مسويين لكريستيانو تحديدا؟ عقدة، كابوس. المغرب أصبح كابوس لكريستيانو رونالدو. خروجه من كأس العالم على يد منتخب المغرب. كريستيانو في الدوري السعودي نادي النصر مش فايز مباراة واحدة على نادي الهلال بوجود ابن المغرب الحارس ياسين بونو. اليوم سفيان ابن المغرب سجل هدفين على نادي النصر بدوري أبطال آسيا، ونادي العين أخرج كريستيانو رونالدو من بطولة دوري أبطال آسيا. ماذا بينك وبين أهل المغرب يا كريستيانو؟ أخبرنا، أصبح كابوس مغربي عليك يا كريستيانو. ولكن جماهير فريق النصر سابقا كانت تشتم عبد الرزاق حمد الله وتتغنى بكريستيانو، ولكن مؤخرا ندموا على تضييع مهاجم بقيمة حمد الله. ناقص حمد الله الساطي مرعب. ليش نادي زي كذا يا اخي؟ شايف تعبان ذا كريستيانو رونالدو، راضيك من مستواه. لكن موجود رونالدو الاسطوره. ما في من يوم حمد الله راح ما عاد في شيء اسمه النصر. صدقني بيرجعون النصر وبيفوزون وبيتأهل. يا رجال لاعب فاشل، حارس فاشل. وفي الأخير شاركونا آراءكم ولا تنسى أن تضع لايك واشتراك في القناة، وشكرا على المشاهدة.